السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا جماعة الخير؟ شلون صح؟ إن شاء الله بخير. آه لا تأخذوني أبطأت عليكم كتير. من وقت يعني ما حكيت آخر فيديو. طبعا المهم، أبطأت عليكم كثير. إنه أحكي لكم كيف جيت. في ناس طلبوا مني كثير إنه كيف أحكي لهم كيف جيت من تركيا لحد ما وصلت ألمانيا. فإن شاء الله رجعت على اليوتيوب هالفترة هي وراح أحكي لكم قصتي من الطقطق للسلام عليكم. لأن كتير أشخاص مستفسرين وعم يحاولوا أو عم يفكروا يجوا وبي عندهم شوية تردد من هي الناحية. فالمهم، ما راح أحكي كل القصة لحد ما وصلت ألمانيا بهالفيديو، راح أحكيها لحد ما وصلت صربيا، ومن صربيا كيف جيت على ألمانيا بفيديو تاني. فجيت على اسطنبول، ومن اسطنبول طبعا تعاقدت مع مهرب بالتشيك على أساس إنه مشان أفضل ما إنه أروح عن طريق الجي بي إس وأطول شهر ونص أو أطول 15 يوم مشي بالغابات لحتى بعدها أوصل مناطق أركب بها السيارات لحتى أوصل صربيا، على أساس مشان الاختصار. يعني لأنه بي ناس عم تطلع عن طريق الجي بي إس بتوصل ما يقارب مدتهم لحتى يوصلوا ألمانيا بتطول ما يقارب الشهر ونص، شهر ونص بتطول، وبده يمشي بالغابات بما يقارب 15 إلى 20 يوم. المهم أنا اخترت على أساس التشيك، وهو كلفني ما يقارب 4000 يورو تشيك من تركيا لحد ما أوصل صربيا. على أساس راح أمشي يومين راح أمشي، وبعدها راح أركب بسيارة من داخل غابات بلغاريا لحدود صربيا، ومن حدود صربيا حدود صربيا البلغارية الصربية راح ندخل مشي، وأيضا نركب سيارات تأخذنا للعاصمة أو لحدود المجر اللي هي حدود صربيا. هيك على أساس وجهزت أمور على هالشي هذا. فهلق توكلنا على الله وجينا نمشي. طبعا مشينا بالليل، أول مرة بوصل بيها لحدود البلغارية عالتيل، دخلنا بما يقارب 100 متر أو 50 متر، وقمنا مسكنا الجندرمة البلغارية. مسكونا الحمد لله إن مسكونا رجال كبار بالسن يعني عمرهم بال45 و50 و55، وحتى ببعضهم عمرهم 60. يلي بيمسكوهم شباب العساكر، إذا كانوا شباب بجوز يقتلوا الشخص يورموه. إذا أنت كنت جيت على حدود وانمسكت عند البلغاريين، إذا كنت شايل ليرة أو كنت شايل مصاري أو هاتف، إذا قالوا لك طالع يلي عندك طالعه مشان ما يفتشوا. إذا فتشوا ولقوا شيء بكسروا للواحد من القتل. علي الحلال يخلوك تصيح لبكرة الصبح. فالمهم الحمد لله هذول ما ضربونا بي. بعضهم حتى بكون معهم كلاب بفلتوا الكلب عليكم. لو كنتم 10 أشخاص بجمعكم فوق بعض، واللي بحاول يبعد بعضه فورا. بكتير ناس يا حرام شفتهم ايديهم عضعضة، اجريهم عضعضة. طبعا الكلب ما بعض انه بحيث انه يكسرك، بس هاللحم بهنشو تهنيش. كنت خايف كتير لانه يفلتوا علينا كلب المهم الحمد لله مسكنا اول مرة. انا هون جتني الصدمة انه انمسكت تمام. لازم ارجع اسطنبول، من اسطنبول لحدود البلغارية فيما يقارب 250 كيلو متر، مسافة ما يقارب 3 ساعات بالسيارة. يعني عند تنمسك المهرب أتاري ما له علاقة. خلاص المسكت بزتك بعيفك، ما ضل له علاقة بيك. انك ترجع على حسابك أتاري، وهذا الحساب ما كنت حاسبه. وهون بيستغلال كتير كبير. انت اذا مسكت هاتفك انسرق، اغراضك ببعضهم شلحوهم حتى البوط. ترجع تمشي حفيان وتمشي بالجوك وبالبرية وبالغابات وانت ماشي حفيان. بدك ترجع على حسابك وما معك مصاري. فابو التاكسي بيستغلك، بياخذ $100 $75 على الشخص. تخيل انت، يعني بما يقارب 1500 ل 2000 ليره تركي. ببعضهم بيستغلوهم ياخذ منهم 100 يورو، 2500 تركي. فهون كان صدمة بصراحة. فاتصلت على واحد تديني كذا دفعت للزلمة. المهربين بصراحة هم من أكذب الناس ومنافقين بشكل كبير. وحاول انك عندك تحكي او بدك تفاصل واحد بالتشيك، انك تكون مفاصل على كلام انه انا لازم اوصل للمنطقة الفلانية. تمام، اذا مسكت ورجعت ترجعني على حسابك ولا بدي ارجع انا احكي بهالامور هي كلها مشان تعرف على ايش انك مصاريك تدفعها. بجوز هو يعيفك بنص الطريق ويقول لك تدفع لي كل المصاري المهربة. لازم تكون على بينة. المهم فرجعت، قعدت 2-3 باسطنبول عند واحد يعني بعرفه. قعدت 2-3 ريحت حالي طبعا، لأني أنا مسكت الصبح على حدود الساعة 4 الصبح على حدود البلغارية. رجعونا ضليت للعصر لحتى وصلت اسطنبول، لأني مشيت كتير لحتى لقينا تاكسي تشيلنا
هربنا من الجندرمة التركية. ببعض الأحيان الجندرمة التركية بشخص سألني بالتعليقات إذا مسكتك الجندرمة التركية احتمال ترجعك على سوريا، واحتمال تزتك بسجن شهر شهرين. فحاول راحوا يمسكونا، فنحن هربنا كمان بالغابات. أمور مثل الحلم. المهم، فحاولت المرة الثانية الحمد لله، وصلت على الحدود البلغارية مرة تانية. وصلنا طلع ما بي معانا بورات. الريبر اللي جاي يمشي معانا ما جايب معه البورات، هو هذا شاحن للهاتف عشان تشحنه، يعني حافظ للشحن، فبتوصلوا على الهاتف تشحن بالهاتف. فنمنا على حدود، فبتنا على حدود. نحن وصلنا الصبح، وصلنا الساعة تقريبا 3 بالليل على الحدود. فنمنا هون جوا الحدود التركية لتاني نهار الليل، لتاني نهار صار الصبح، الفجر قبل الفجر حاولنا ندخل. قطعوا التيل وفتنا، والحمد لله ما مسكنا هون. فمشينا على أساس نحن لازم نمشي يومين، مشينا 4 أيام بالغابات. أول شغلة الريبري، إذا أنت تطلع شخص وحدك لا تطلع، حاول تطلع مع شباب تعرفهم، تجمع أصحابك تطلعوا سوا. لو كانوا تطلعوا تشيك بس تطلعوا سوا، بحيث إنه الريبري أو المهرب الماشي معاكم بمشوا هن 2، بعض الأحيان بمشوا 3 معاكم بالمجموعة. خنازير يعني بحاول يستحكم بيكم طول الوقت، عامل هيك بيكم. ما بصير حد يطالع صوت، هو بصير يطالع صوت. بيغلطوا على الكبار بالعمر. شفتهم يغلطوا كذا مرة. فأنا قمت طبعا بالليل، شخص نحن نكون ماشيين إن مثلا مشينا 2-3 عند اللي نوقف، فالواحد بيقعد شايل شنطة على ظهره، شايل معه أغراض، شايل معه قنينة مي، بتطالع صوت، فيقعد يحكي على الخلق. فأنا استنخيت وعصبت منه إنه ليش عم تحكي هيك. فقمت قلت له، قال هذا اللي طالع صوت بدي أحط القنينة بمكان يعني. قلت له أنا طالعت الصوت، مع إني مو أنا طالعت الصوت، واحد جنبي. قلت له عم يحط القنينة بمكانه. فقال من هذا اللي طالع صوت؟ قلت له أنا لما طالع صوت، أنا لما أحكي، أنا لما جاوب. قال يا ريت أشوفك اللي أنت اللي عم تحكي. قلت له قمت حيله، قلت له أنا حمزة. وإني قام الريبرية، وكأننا نحن صادفنا جروب. فالجروب هذوك الريبرية ماشي معهم هم 3 ونحن 2، فصاروا 5. ال5 قاموا صاروا بدي يكونوني. فالدنيا ليل هم معاهم ضوية، وأنا بصراحة بمكان غابة. فقاموا ناس حجزوني، الحمد لله قامت ناس تحجزها، لأنه أنا كنت إذا بدي أكون بدي أضرب وأنضرب، وبعدها بدي أنطرد من الجروبات، فبدي أضيع بالغابات. فلما الناس حجزت فأنا كمان هديت شوي وحاولت بس يا ريت أشوف واحد منهم هون، حتى لو كان ممنوع الضرب، لو أشوف واحد منهم فورا بدي أضربه. خنازير. لأن في ناس كبار معنا، عمر الواحد ما يقارب 45 سنة، عم تغلط عليه، تقول له حيوان أنت اللي عم تطالع صوت، حيوان زلمة كبير يعني عم تغلط عليه ليش؟ المهم الله لا يسامحهم. فعلى أساس أنا لازم أمشي يومين، مشيت 4 أيام بالغابات. ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة ظلت السيارة تفتل بينا 16 ساعة جوا بلغاريا، لأن كان مشددين كتير. الطريق بلغاريا بصراحة كتير 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 شديد. الحواجز كتيرة، حواجز الطيارة عند البلغاريين بشكل كتير كبير. فمعنا نحن كشافين كانوا قدام السيارة يمشوا مثلا بالطريق. إذا السيارة الأولى شافت إنه بي حاجز، فتخبر الكشاف الثاني يداور ويخبرنا نحن كمان نداور ونرجع بالعكس. فتنا تقريبا بلغاريا كلها، وين ما نروح نلاقي بحواجز. ضلينا 16 ساعة راكبين نحن، 16 شخص بقلب السيارة، فان مفيمة ومن جوا حاطين لها بلاستيك وما بعرف ايش، فوق بعضنا. معانا مرة، الله لا يسامح كل واحد بخلي اخته او مرته او خطيبته تطلع عن طريق التهريب. المرة لولا الله ثم صاحبي وانا، يعني انك تطالع اختك او واحدة من قرايبينك عن طريق هالطريق هذا، التهريب هذا، بصراحة انت واحد ما بك لا رجولة ولا مروة ولا نخوة. لأن المرأة نحن الزلم، نحن الشباب ما بنتحمل هالطرقات هي الصعبة. بصراحة اجرينا، أنا شخص بعرفه كان ماشي معنا، لحم اجرين انسلخ من كتر المشي، انسلخ لحم اجريه. المرأة ما بقت تحسن تمشي، شي أشيلها، شي صاحبي يجرها. ببعض الناس خلاص هو ماشي ما بسأل مين ماشي، مين يوصل، ما بفكر انه يلا بلكي الله بحسنت هالمخلوقة هي وبوصلنا، لا بده بس هو يمشي ويوصل. بتضل ما بتمشي كيفك عمرينك. فيا ريت انه لا بقى تبعتوا اخواتكم او انفك، بس تجيبها عن طريق التهريب. المهم ضلت السيارة تفتل بينا 16 ساعة. الشوفيرية كانوا روس ما يفعلوا يجيبونا وين، فنحن خلال 16 ساعة عطشانين. وقبل بنهار
قبل بنهار لما طلعنا نحن بالسيارة، الريبر اللي كان معنا خلانا نزت الشنات اللي كنا شايلين بيها منامات، كان بي معانا طبعا تعانوا كتير من الجوع من العطش صراحة. الأيام مرت مثل الحلم، بس صراحة يعني كانت صعبة. المشي فوق مشي، تطلع الجبال تنزل الجبال، طلوع الجبال كتير بشع. فالمهم خلانا نرمي كل أغراضنا، تمام. فما ضل معنا إلا الأغراض اللي لابسينه. نحن طلعنا بالسيارة لحتى لو ناشين الأغراض لو ما نزلتينه ما راح نسعى بالسيارة، يعني الشنات هذيك ما راح نسعى بالسيارة. المهرب يتواصل معنا، يلا انتوا بس وصلوا المنطقة هذيك اللي راح ينزلكم بيها الشوفير هنيك بي شخص عم يستناك ومعاه أكل ومعاه لبس ومعاه منامات، انتوا بس وصلوا. لما وصلنا طلع ما بي حدا، ما بي لا إنسان عم يستنانا. طبعا وصلنا نزلتونا بالغابات، مو نزلتونا ببيوت أو حوالينا، نزلتونا بالغابات، يعني ما في حدا مستنانا. طلع بالأصل وصلنا الساعة 1 بالليل، الدنيا تمطر علينا، أغراضنا كلها مي، تعبانين نعسانين جوعانين عطشانين. نحن إنما يقارب 24 ساعة ما شربانين مي. طبعا الله عز وجل شلون بيعطي للإنسان هيك صبر ما بعرف. ترى جسم الإنسان عنده قوة، عنده الدماغ بتعطيك تنبيه إنه تحمل، إنه لا تفكر إنه ما في مي، فأنت ترى بتتحمل إنك تضل عطشان أو كذا. صحيح. بالسيارة شربنا، كان اعطونا لتر مي، موجود لتر مي، دورنا على بعضنا كلنا بق ما يشربنا بق ما. بنحكي مع المهرب، وين الانسان اللي عم يستنانا يا ابن الحلال، يا ابن 16 كلب الله يلعنك. هلق يجي، هلق شوي، كان هو موجود المسك، دبعت لكم واحد غيره، اتاري ما بلا واحد ولا غيره. لتاني نهار الساعة 12 الظهر نحن الدنيا تمطر علينا، وما معنا لبس ولا معنا شيء يقينا من المطر، ولا لنا اكل ولا شاربين. على اساس هو الصبح، خلاص الصبح راح يجيكوا. اجى الصبح وصار تقريبا من الظهر لحتى اجى المخلوق هذا، جايب معه شويه اكلات هيك، ما طلع ما حتى اكل معه عسى وما جايب. ومشينا على اساس نحن نازين قريبين من حدود صربيا، تمام، بعيدين على اساس نحن 3 كيلو عن حدود صربيا. المهرب اذا قال لك ساعه بدك تمشي، عرفتك تمشي نهار، اذا قال لك نهار بدك تمشي ما يقارب 5 ايام، اذا قال لك نهارين يعني 15 يوم. على اساس نمشي 3 كيلو ونوصل حدود صربيا. وقمنا صرنا نمشي، نطلع بجبل وننزل بجبل، نطلع بجبل وننزل بجبل. ايه عيني وين. قربنا نوصل وقمنا وصلنا على جبل الله لا يوفقه يا جماعة. الجبل هيك بالمقلوب، يعني نحن بنطلع صرنا تعربش المخلوق اللي معنا وقت تحسن تمشي. لما شلت على كتفي وانا طالع على الجبل امسك السجر وامشي، اجري صارت غرز. هي الحمد لله خفيفة، وزنها يمكن ما بي 55 كيلو 60 كيلو. المرة راحت تموت، ما ضل بيها حتى خالص. يعني لما شلتها على كتفي لان ما قد تحسن تمشي، واسند انا اتعربش على السجر وامشي هيك حبي مع الارض. والبنت خلص صارت مثل كأنها رقعة وزادتها، هي مرة الله يستر عليها. المهم فاللهم صل على سيدنا محمد. لما طلعنا فوق الجبل هذا اللي هو آخر بلغاريا، طلعنا هيك، نحن كنا نطلع جبال وننزل جبال، طلعنا هيك على الجبال، أتاري صرنا نحسها كلها مع الأرض تساوي سوا، حتى صرنا قريبين من الغيمة. هالجبل كتير عالي. بعده هذا الجبل هم مشينا كمان صرنا ننزل هون، أتاري المنطقة كلها بتصير عالي. بعد ما نطلع هذا الجبل العالي بصير المنطقة كلها عالية. فنزلنا مسافة قصيرة وصارت الأرض كلها سهلة. أتاري هي المنطقة من قريبة لحدود صربيا، لا جوا صربيا، آخر بالغارة جوا صربيا، هي كلها تاري منطقة عالية، مش يعني بس جبال أو جبلين هيك، لا كلها عالية. وضلينا نمشي كمان على أساس نحن نمشي بس 4 كيلو، ضلينا نمشي ما يقارب من الظهر لتاني نهار الصبح الساعة 8. ضلينا نمشي مشي متواصل، يمكن نقعد نمشي ساعتين، نقعد لنا 10 دقائق ربع ساعة نمشي كذا. وهون كمان انقطعنا من المي. المهم وصلنا جوا صربيا على أساس تجي سيارة تشيلنا. هون بس وصلت أنت صربيا بكل بيحكي إنك أنت بأمان، إنك أنت بس وصلت هون ما بقت بيه ترجع. طبعا للأشخاص بيسألوا عن التهريب، بس وصلت أنت صربيا ما بترجع، ما حد بمسكك وبرجعك على بلغاريا ولا تركيا. بس إذا مسكت باليونان أو إذا مسكت ببلغاريا ترجع على تركيا. فالمهم وصلنا هون. ما أحسن أنشر فيديو طويل، فالفيديو بجوز وصلتوا لل 15 دقيقة، أكثر من 15 دقيقة ما أحسن أنشر لكم على اليوتيوب، فراح أنشر. خلاص وصلنا الحين لصربيا، بكرة إن شاء الله راح أنشر لكم الفيديو
والسلام عليكم. هي نظرينا يوم نستنى ما جت لا سيارة ولا شيء، الأولاد معنا راح يموتوا من الجوع، والمرة كمان برد